بلال فتح الله له. كان خرج في رعي الغنم لعبد الله بن جذعان، فإذا به يمر على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا راعي الغنم، هل من لبن؟ فقال، وهو لا يعرف أنه رسول الله، ولا يعرف أن الذي معه هو أبو بكر الذي سيكون له ذات يوم فضل عليه. فقال له: إلا شاة لي فيها طعام، فإن شئتما أن أوثركما على ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيا. فجاء بالشاة فاحتلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب حتى ارتوى، ثم احتلبها ثانية فشرب أبو بكر حتى ارتوى، ثم احتلبها ثالثة فشرب سيدنا بلال حتى ارتوى. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل لك في أن تسلم؟ فسأل، وكأن سيدنا بلال كان يبحث عن شيء غائب عنه، عن مفتاح سر الحياة. فإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤال: هل لك أن تسلم؟ فأنا رسول الله وأنا صاحبي أبو بكر. فقال: وما ذاك؟ قال: قل لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. الرجل يفهم العربية، يعرف ما معنى لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، ويفهم أن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان فمعنى هذا أنه تحول من إنسان يأكل ويشرب ويمرح ويغير إلى إنسان صاحب رسالة. فهم معنى، فقالها طائعا مختارا مستسلما مذعنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكتم عنا إلى حين. فعاد الرجل. بعد أيام جاء الأمر للنبي بأن يجهر بالدعوة، فكان سيدنا بلال سبعة ممن أسلموا، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيهم سيدنا أبو بكر، ثم عمار، ثم سمية، ثم صهيب، ثم بلال، ثم المقداد. سبعة. شوف هذه المكانة اللي يعطيها ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بلالا فيقول: بلال أحد السباقين إلى الإسلام. كنت أنا سابق العرب، وكان بلال سابق الحبشة، وكان صهيب سابق الروم، وكان سلمان سابق الفرس. انظروا إلى هذه المكانة الذي أنزله الله إياها بسبب أنه اختار الإسلام، واختار الحياة الحقيقية، اختار لأن يكون صاحب رسالة يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد السباقين. وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: بلال سابع السبعة. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحماه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فحماه الله بقومه قريش، وأما الباقي فلم يكن لهم من أحد. تصوروا، انظروا إلى هذه المكانة لتروا الخصلة الموالية في حياة سيدنا بلال. يا شباب انتبهوا وشوفوا مليح باللي الحياة ما تجيش هكذاك، وباللي الدنيا هذه ما هيش بالمفاخر، وما هيش بالمظاهر، وما هيش بالأكاذيب، وما هيش بالأوهام. هذه ما هيش حياة. كم من أناس توفرت لهم كل الظروف ويهيئ الله لهم كل الأسباب في الحياة الرغدة، الأموال الطائلة، المساكن الفارهة الواسعة المتعددة بكل أشكالها، فيها مال الطبقات، فيها من
الموجات ما فيها، السيارات، آخر الصيحات يكسبونها، لكنهم لا يسمون شيء. لكن إذا رأيته رأيت شيطانا يسير على وجه الأرض، لا حياة، لا تربية، لا أخلاق، لا رحمة، لا شفقة، لا احترام لأحد، لا طاعة للوالدين، لا خدمة للدين، لا صلاة، لا صيام، لا حج، لا زكاة. حياته كلها شبيهة بحياة التافهين، هذه الحياة التي رفضها بلال. فتصوروا سيدنا رسول الله يحمى، وأبو بكر يحمى ويبقى بلال وصهيب وعمار وياسر وسمية، هؤلاء لم يجدوا من أحد لحمايتهم، فكانوا تحت القبضة الحديدية لقريش. فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: فاستجاب الجميع لهم ما طلبوا إلا بلال. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن سيدنا عمار بن ياسر حينما ضغط عليه سيده ورأى أن أمه تقتل أمامه، يعني يطعنها أبو جهل بحربة في فرجها في عفتها فتموت أمامه، ويرى سيدنا عثمان يلف في الحصير ويحرق، والناس يرون يعذبون، فضغط عليه. قالوا له: أكفر بمحمد ونترك سبيلا. فقال: كفرت بمحمد وبرب محمد. قالها بلسانه لا بقلبه، يعني استجاب له ما أراد. فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس عليك، هون. فأنزل الله تعالى في شأنه قرآن يتلى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فاستراح في قلبه. لكن سيدنا بلال، وهذه الخصلة الثالثة في حياة سيدنا بلال، ما هي؟ الصبر، ويليها الثبات، ويليها العزم. خصال ثلاثة على أن لا حياة بدون إسلام، إما أن أحيا بالإسلام وإما أن أموت موتة الشرف. فماذا فعل سيدنا بلال؟ صبر، تحمل. يعذبونه، يضربونه، يضعون الصخر الحار في فصل الصيف في الهاجرة على صدره، عساه أن يكفر بمحمد. ويجيه أمية يقول له: يا بلال، يا أيها العبد الحقير، قل كلمة واحدة تخفف بها عن أوزاره. يعني ما عادش يتحمل نفسه من شدة العذاب الذي يعذب به بلال، ما عادش يتحمل نفسه، وعاد يشوف هذه الشخصية المنتفخة الكافرة اللعينة المنتفخة، يشوف روحه حاجة قوية، ويشوف نفسه قدام أصحابه وعنده مكانة، فيقول: كيفاش يهزمني عبد؟ حتى جاء يستجدي بلال، قل له: يا أيها الحبشي الحقير، قل كلمة فقط تخفف بها عني. يعني قل: كفرت بمحمد، قل: كفرت برب محمد، خلاص، وراح نخلي سبيلك ونعتقد. يلتفت إليه، ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء، ثم يقول: أحد، وما تكاد الأنفاس تخرج من صدره، يقولها في ازدراء واحتقار: أحد، يعني موت بغمض البحر عليك يديك. صح والله ما نقولها، والله ما استجاب. ولذلك نال بلال هذه المكانة وهذا الشأن العالي الرفيع. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المرء من؟ بلال. أول المؤذنين في الإسلام بلال، ولا يتبعه إلا مؤذن، والمؤذنون أطول
بشراكم أيها المؤمنين، بشراكم يا من ترفعوا أصواتكم صادحة وحناجركم موحدة الله سبحانه وتعالى. بشراك أيها الشاب اليافع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعثك على هذه الروح إن شاء الله. كل وليداتنا يقتدوا بهذا الشاب ويتعلموا. النبي صلى الله عليه وسلم اكتشف في البلاد مهارة وموهبة صوتية مقتدرة ففسح له المجال وجعله أول المؤذنين في الإسلام يصدح بكلمة الله أكبر الله أكبر. انظر، بلال خير الناس بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبد حبشي في موازين الناس. أنا نشوفوا اليوم الناس مساكين، احنا ساعة واحد من إخواننا هذا، وهذه بالمناسبة حتى ننبه، من إخواننا المساكين اللي راهم مضطهدين مطرودين مشردين، دمرت بيوتهم، أحرقت بساتينهم، يتم أبناؤهم، رملت نساؤهم، أحرقت عليهم بلادهم، ينوض واحد مسكين بشدة الحرقة اللي راهو فيها يقول يا إخواننا ويجي هضرات. بعض الناس ما يتحملوش واحد فقير مطرود عابر سبيل مطرود من بلاده ينوض يقول يا ناس عاونوني راني خوكم، يتقلبوا عليه ويهزوا يديه ويقولوا اسكت علينا. أهكذا علمنا الإسلام؟ أهذه هي تربية القرآن؟ أهذه هي توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا بلال يا شباب انتبهوا، سيدنا بلال نال الشرف ونال المكانة لأنه رفض أن يساوم على الدين أو أن يقبل إما بإغراء أو أن يتنازل تحت ضغط أو أن تلهيه عن حمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أي شيء. فنال هذه المكانة حتى يجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والصحابة كلهم جالسون، فيهم أبو بكر، فيهم عمر، فيهم علي، فيهم عثمان، أكابر الصحابة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال لما سبقتني؟ سبحان الله، يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ رسول الله يسأل بلال كيف أسبقني؟ هو رسول الله. قل لي يا بلال عن شيء عندك أنفعك الله به. قال يا رسول الله والله ما لي من شيء، والله ما لي من شيء انتفعت به إلا أني ما تطهرت إلا صليت بذلك ركعتين وعاهدت ربي على ذلك. يعني وين نتوضا ولا وين يغتسل؟ الاغتسال الجنابي يسمى ركعتين. وما أحدثت إلا وتوضأت وصليت ركعتين. شوفوا هذيك الخصلة بسيطة، لا تكلف شيئا، لا تكلف جهدا، لا تكلف مالا، لا تكلف حتى شيء، لكن انظروا لأن الرجل تدرون بما سبق؟ سبق بصدقه، لأن الرجل كان صادقا مع الله، تحمل العذاب، تحمل اللأوان، تحمل الجوع، تحمل الضرب، تحمل كل شيء من أجل أن يحيي الإسلام. فنال بلال هذه المكانة، ولذلك نال شرف أن يرفع الأذان. كان أول المؤذنين في مكة، وكان أول المؤذنين في المدينة. ويوم أن فتح الله مكة، يوم الفتح، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل الكعبة رفقة عثمان الذي كانت له الحجاب وبلال، ثم خرج فأمره أن يصعد على ظهر الكعبة فيؤذن. فأذن فبكى كل الحاضرين يوم أن سمعوا الصوت بلال يصرح الله أكبر الله أكبر، بكى الناس جميعا. هذا هو بلال. ولذلك يوم أن غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وحان وقت أذان الظهر، فأمره أبو بكر بأن يؤذن
جعل يؤذن، فلما وصل أشهد أن محمد رسول الله توقف، والحشرجة تهز صوتها وما استطاع أن يكمل، فأعادها ثانية فما استطاع أن يكمل، وأعادها ثالثة فما استطاع أن يكمل، وكلما أعاد أشهد أن يبكي الجميع. هذا هو بلال. فعاهد الله ألا يؤذن بعد رسول الله لأحد. حاوله أبو بكر فما أذن حتى فتح الله ربيع. يجي سيدنا أبو بكر يحاول ما أذنش حتى فتح الله سيدنا عمر بسيدنا عمر الشام، فترفق به سيدنا عمر وحاول، لأن رغبات الناس كانت تطلب منه أن يأمر بلال فيؤذن، فما استطاع أن يرد الطلب، فصعد وبدأ شرع في الأذان. فلما شرع في الأذان بكى الناس جميعا. شخص عادي يتحول إلى هذه العظمة، الناس جميعا يبكون بسماع صوته، الناس جميعا يكون لهم هادين إلى الله سبحانه وتعالى ودليلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يوم أن حضرت الوفاة زوجه هند جعلت تبكي، هي ترى يحتضر تبكي، تقول وحزنا، فيقول لها بلال وشقا وضرا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. هي تبكي على الفراق وهو يبكي على أنه سيلتحق برسول الله وبالصحابة. يا شباب يا أبنائنا، هل لنا في هذه الحياة من نقص؟ هل لنا أن ننتفع حتى نعمر الدنيا بهذا الدين ونجعل العالم كله يشهد لشباب الإسلام أنه شباب يحمل رسالة ويحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلبه، ويحمل هم الدين وهم الأمة في قلبه، ويعتنق هذه المعاني ويعيش بها أو يموت من أجلها. هل لنا بذلك؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. قال هذا يوم شهيد الإسلام شهيد القرآن. قال أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من غفاتي الشموع، وسيروا بها إلى الله إلى مجد تليم. هذا الذي نريد لأبنائنا وبناتنا وشبابنا أن يعيشوا به أو يموتوا من أجله. أما الحياة التافهة، حياة المظاهر الكاذبة، فإنها لا تسمح وستتركها وتذهب. اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم بصرنا بعيوبنا.